أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر العالي. أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر العالي. الكل يضرب لها سلام وتحية واستقبلنها على تقدير وجلال. تستاهل أرقى المراسم الملوكية، هذا أم خالد على العين تنجاني، على العين تنجاني. هبات حضور مكانه غير عادية، أم خالد الفارقة في كل الأحوال. أجزاء البيوت الشعب قربها مبنية، ومقامها فوق كل المدح الأطفالي. أم خالد اللي لها قدر وأهمية، شيخة وبوصوفها مضرب للأمثال. شيخة وبوصوفها مضرب للأمثال. الغالية والأصيلة والسنافية، معدن ذهب والذهب طول المدى غالي. السنين تغلى الكرم والمرجلانية، وابوها ينشهر بطيب الأفعال. من جاي يبارك لها مليون يا حية، بحضوركم سعدها ما يشبه ثاني. بحضوركم سعدها ما يشبه ثاني. ومبروك لأجمل عروسة واجمل بنية، فرحان عمد بنتها تمم هي الوالي. أم الوصف البهية والخيالية، جمالها يستحق البيض العالي. عسى الفرح فالها في الروحة والجية، ويا رب تحقق لها جميع الأماني. ويا رب تحقق لها جميع الأماني. أم العروسة أقبلت بنت الكبارية، قوموا وقفوا يا الجلوس القدر العالي. الكل يضرب لها سلام وتحية واستقبلنها على تقدير وجلال. تستاهل أرقى المراسم الملوكية، هذا أم خالد على العين تنجالي. هذا أم خالد على العين تنجالي. هبات حضور ومكانه غير عادية، أم خالد الفارقة في كل الأحوال. أجزاء البيوت الشعب قربها مبنية، ومقامها فوق كل المدح الأوطالي. أم خالد اللي لها قدر وأهمية، شيخة وبوصوفها مضرب للأمثال. شيخة وبوصوفها مضرب للأمثال. الغالية والأصيلة والسنافية، معدن ذهب والذهب طول المدى غالي. السنين تغلى الكرم والمرجلانية، وابوها ينشهر بطيب الأفعال. من جاي يبارك لها مليون يا حية، بحضوركم سعدها ما يشبه ثاني. بحضوركم سعدها ما يشبه ثاني. ومبروك لأجمل عروسة واجمل بنية، فرحان عمد بنتها تمم هي الوالي. أم الوصف البهية والخيالية، جمالها يستحق البيض العالي. عسى الفرح فالها في الروحة والجية، ويا رب تحقق لها جميع الأماني. ويا رب تحقق لها جميع الأماني.